مش بالصدفة بلادنا وقرانا مش عم تتوسع، ولكن احنا قدمنا خرايط، مع احترامنا لكل من اتى من بعدنا، مع احترامنا الشديد لكل من اتى من بعدنا، هن اسسوا عليها وكملوا عليها. ولو هي لو ما تقدمتش هاي الخرايط ما كانش بالامكان المتابعه، لانه المتابعه هي 1 2 3، اذا ما فيش واحد فيش اثنين، واذا ما فيش اثنين ما فيش ثلاثه. بذكر انا ايام ابو محمد لما تهددت داره، بذكر انا جيت بالليل وقلت انا قدام الناس كلياتها انه انا بطمنك يا ابو محمد، دارك بدها تصير، لانه تقدمت خرايط بهذيك الفتره، ولحد اليوم هاي الخرايط بعدها اما تقدمت لا الشرق ولا الغرب ولا الشمال، ولحد اليوم الاتساع بعتقد قدامنا. وصلت قسائم الارض المجرشين بكل اسف، بعرفش ليش هذا الموضوع ما خدش الاهتمام المطلوب. وزعنا 32 مجراش، اجاك قد مجراش وبعته صح؟ ما خسرناش، نزلت عنه. مين كمان؟ بذكر انا ثلاثه من اهل بلدنا اللي جاي المجرشيم وتنازل عنهم، وهذا لحد اليوم. بذكر الله يرحمها امي لما روحت من النهريه كانت عينها توجعها، استجيت انا الطريق الغربيه طريق يركا، لما وصلنا المجرشيم بتقول لي بعدك النهريه، فانا توصف المجرشيم بنهريه قلت احترم. طب بالحلم لا الحين بتقول لي بعدك النهريه قلت لا النهريه. المهم بذكر لما وقفنا حكينا عن الباص، حكينا عن الرمزور، حكينا عن الساحات، ساحة أبو عاطف صالح الحج، ساحة أحمد علي الطاهر، حكينا عن إحياء المناطق فوق منطقة السكن، مضرب أبو محمد معمر هناك. 11 مليون كانت هاي الأشياء، هاي الأشياء بعدها لحد هسه. هاي بالنسبة بقدر أذكرها إنجازات مضبوط، أما هاي للناس، هاي إلك وإله لا بن عمك ولا بن عمه ولا بن خاله ولا بن خاله ولا بن خاله ولا بن خاله. يعني عمليا أهل دير الأسد استمتعت بهذه الفكرة، استمتعت بهذا الإنجاز، استمتعت بهذا التوسع. ومشان هيك اليوم بتواضع كبير بقول لكم احنا وين ما عم نروح عم نلاقي اطراء جيد. المجرشيم كانت ب 11% من حقها، 11% من حقها، يعني 33,000 شيكل بما فيه التطوير بما فيه الفتوح. هذا ما صار في التاريخ ابدا. وانا يعني عيب احكي انه مثلا وزير البنى التحتيه بحيله كان فؤاد بن العزر. فؤاد بن العزر اجى لهون وكان في بيت المسن، وبتواضع كبير كنت انا الرئيس، قلت له بصيرش انت تعطي لاهالي دير الاسد مجرشيم وتنسى انه كل دير الاسد اراضيها صدرت. كرميل هي على ارض دير الاسد، كرميل قايمه كلها تقريبا
تقريبا على ارض الاسد. ما فيها من مصادرات في البعنه، ما فيها من مصادرات لنحف، هذا شيء بسيط. اما كل دير الاسد ارضها راحت التربيين، بس انت تيجي تعطي هذا. فطلب انه نعطيه مهله واعطيناه مهله، وبعث انه ب 11%. هسه انا بتواضع كبير بقول لكم حب دير الاسد هي 648 648. هذا بدفاتر المنهال، بدفاتر المنهال لترجعي اسرائيل. قرار مش قرار وزير، مش قرار شخص، قرار عام اللي صار عليه تصويت، ويعتبر اليوم من قرارات ومن ما يسمى البنود اللي بوقت منهال عليها وبتابعها. احنا يا اخوان طبعا بدي اقصر انا لانه كمان بدي اخلي غيري يحكي. احنا بنروح وبنيجي كثير في البلد. الذكر الطيب موجود دائما، المقارنة موجودة دائما. وبتواضع كبير بقول لكم والله العظيم والله العظيم دائما لحد هسه الناس بتحكي انه مجلسنا كان مجلس موفق، ولحد اليوم مثلا بعض الامور هاي اللي الناس لحد اليوم بتستمتع فيها، والناس لحد اليوم بتقول هاي اشياء جوهريه واساسيه. احنا طلعنا على عائلات البلد كلها، طلعنا على تيارات البلد كلها، كلياتهم بيقولوا وبنرفع راسنا وبنشجع المبادرة وبنشجع الترشيح. محمود بيقول لي احنا قصة الإعدادية. الإعدادية ب30/6 ال96 كانت بركة، ب1/9 ال96 اتعلم فيها. ورحمة الله عليه فياض هو من الناس اللي سعى كثير من أجل إنجاز العمل هذا، ومشان هيك رحمة الله عليه لما توفى أنا اقترحت تسمية المدرسة على اسمه. فاللي بدي أقوله إنه الإنسان هو اللي بيعطي طعمه للأمور كلياتها، هو اللي بيعطي قيمة للأمور كلياتها. أي شيء بلا الإنسان ما بيسوى، وأي شيء لما الإنسان بقرر إنه هذا منيح بصير يسوى وبصير منيح. فأهلا وسهلا بكم أخرى مرة. إذا أحد منكم بيعرف كم عيلة كم مرشح اليوم في بلدنا، لذلك احنا مرشحين عن عيلة، واحنا الكل منكم بده يتعاون لهي الامور. كل واحد العالم بياثر كثير، العالم بياثر كثير. احنا لما كنا في الجبهه لما كنا بالليل نعد الليله وهن يعدوا الليله. بالاخر اخر ليله طفت انه احنا فتان ب7 ارمات. وهذا اللي صار. لذلك اليوم اللي بدوش على العالم انا برايي انا برتاح له. ان شاء الله بكون ابن هذا. لذلك اليوم العالم بياثر كثير، اكثر شيء بياثر العالم ولو بدون داعي. لذلك احنا عائله بدنا نقوم بالواجب حتى تكون على صاره. كل عائله في بلدنا لها مرشح وعندكم ده مرشحات، وهذا هو. واحنا عندنا ابويات في بين عم الجماعه لقرايبه
حط الارمات وحط اعلام على الطاولات. خلص الاجتماع حط 1000 علم. ال1000 علم بعد نص ساعه يا اخوان كانوا معلقات على البيوت في البنية، كل واحد اخذ العلم تبع المرشح ابو اياد علي الخليل. في واحد هناك اسمه ابو يزيد كان هو وياه مش دياب، مسك العلم وبرم بيه ورقص بيه بالساحه. الكل انفعل والكل يعني حسب الشغله. العلم بيأثر. انا شايف انه في بعض المرشحين في البلدين معلقين اعلام اكثر من الصوت. معلقين اعلام بالبلد اكثر من الصوت اللي هن بدهم يجيبوها. يعني يمكن يجيب 400 صوت معلق 2000 علم. احنا ابو اياد ان شاء الله بيكون بالقمه بالاوج الاول، المنافس الاول في الدير ابو اياد الاول. واحنا تجربتنا مش قليله، احنا لنا تجربه وقلنا باع كبير وكله يعرف وكله بيشهد. ابو اياد بده يكون منافس اول بهمتكم بالاول، انتم صغير قبل كثير. بس ابدا انا كنت اجتماع عند نمر امين خالد، قلت له يا نمر انا مش معك، بس انا وقفت هيك قلت له يا نمر انا مش معك، بس انا ما بسمح فيك يعني لكل واحد. بس انا بتامل انه الكل يكون مع ابو اياد، واللي مش مع ابو اياد يوقف ويقول انا مش معك. بلاش واحد يغش ابو اياد، لان اللي بغش ابو اياد بغش حاله وبغش ابو اياد وبغشني وبغش كل واحد من الموجودين. بترجاكم الجميع الكل يكون على بينه انه المعركه على الصوت، وكفايه مرشحين، في بدل مرشح في 10. وشكرا. ايوه هدوا الحرج شويه. وانا بدي اتحدث عن ضروره ملحه جدا مش بس في كل الوسط العربي وخاصه في بلدنا. اي سلطه اي مؤسسه اذا لم تحصل على ثقه الجمهور هي ستفشل حتما. واي مجلس محلي اي سلطه لا تستطيع أن تحصل على ثقة الجمهور وتوحد الجماهير حول هدف واحد، حول برنامج معروف محدد، ستفشل وتستمر في التخبط ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة. دير الأسد اليوم مثل العالم العربي، كل واحد مرة مش بتقطع عليكم، وقت ما اجى حياة محمود درويش رحمه الله عليه اجى على غزة، رحنا وفد نسلم عليه واحنا طالعين فوتنا كان جاي هو مثل حكم بلعاوي، كان جاي جديد حكم بلعاوي كان سفير المنظمة في تونس. واحنا قاعدين نتحدث احنا وياه وحكم واحد كثير حكى قال له بدي اسالك يا حكم شو برامجكم للمستقبل؟ قال له بدك اجاوبك بصراحة ولا هيك؟ قال له لا بدي بصراحة. قال له اسمع طبعا احنا كل واحد منا في منظمة التحرير باستطاعته يخطط لشرق اوسط، ولكن بيناتنا ما فيش اي علاقة لحد اليوم. الله جايب انا وين ما بعرفش. واحنا اليوم في الوسط العربي كل واحد باستطاعته اسمه يكتب برنامج لاصلاح الاسد والرقية دير الاسد، ولكن إذا لا يستطيع هذا الشخص إنه يجمع الجماهير حواليه ويقنعها ويقربها من بعضها حتى يصير في ثقة متبادلة بين الشخص والآخر، لا يمكن أن يحقق أي شيء. وهذا إذا بتذكروا بإمش أبو كمال اسمح لي بالفترات من 76 ل 82 لا ل 80 من 80 ل 82 خربت كمان. من 76 ل 80 دير الأسد كانت في أوج في أحسن مرحلة إلها اجتماعيا، كانت تجتمع الأكثرية الساحقة على طبق واحد أو الواحد، وهذا الإنجاز كبير بغض النظر عن الإنجازات الأخرى. لذلك نقول اليوم إحدى المهام الرئيسية للمجلس المحلي كيف يستطيع إنه يجمع الناس
على هدف مشترك، نحسن الاوضاع الاجتماعيه في البلد، نحسن اوضاع السير، نحسن اوضاع الراحه. تنزل على كرم ايه اليوم بتشوف حالك انت متاخر يا رجل قبل القرون الوسطى. فيش ازعاج لا بالنهار ولا بالليل ولا بالشارع ولا في اي محل. في القريه ما فيش عندك ساعه راحه وهدوء. تبقى حاجه بويات. الفتره اللي كان فيها 92 98 ولا 93 98 هاي الفتره تم انجاز كبير جدا، ولكن ما استطعنا ان نترجمه حتى الناس تشعر فيه بشكل مؤثر، لانه كنا نشعر انه الناس تلقائيا بتشعر بهذا الشيء. اليوم بدأت الناس تشعر بالمقارنة ايش كان وايش فيه. بفضل انه الجميع يعمل، الجميع نوصل الرسالة لكل بيت وبيت، الجميع يعمل مع المجلس المحلي. احنا الكبار بالسن نحكي لكم عن تجربتنا، ولكن المستقبل لكم انتم الشباب. اذا كل واحد فيكم ما تحمل المسؤولية ينتقد الرئيس، ينتقد اعضاء المجلس، يشارك في عمل المجلس، يشارك في تصحيح اعمال المجلس. اذا ما قام بهذا العمل عمله بيخون نفسه وبيخون اهل بلده وبيخون شعبه. واحنا مش هيك. بتصور انه احنا في الماضي ما كناش هيك، وكل واحد بتصور هون على مستوى دير الاسد وخارج دير الاسد، على مستوى عرب اسرائيل كلها مشهديننا في عيننا. احنا كنا في المقدمه. دير الاسد كانت مشهوره على مستوى اسرائيل وعلى مستوى اوروبا، وكلكم بتعرفوا هذا الشيء. ولذلك ولذلك احنا بدنا نعود ونرجع لهي الفتره اللي انا افتخر اقول انا من دير الاسد. وفي كل محل اروح وقت بقول انا من دير الاسد كل واحد بيعرفني، مش لاني حسن عمون، لاني انا من دير الاسد. وهذا كان ويجب ان يستمر. وشكرا.